بسم الله. ازيك يا معتز؟ ازيك يا حماد؟ كله تمام يا الحمد حبيبي. لله الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ انا كويس ومبسوط بصراحة. وانبساطي بيجي من الناس اللي انا يعني بختار اطلع معاها واسجل معاها ان انا اوريدي في علاقة، في اريحية، في هبل. في ياس. في هياس. ده كده 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 الناس شافته يعني مع كذا حد. انت من الناس بصراحة اللي انا كان بقالي فترة مساحة الامان ما بيني وما بينك، قلت عايزين نتكلم. يعني انا اعرفك احنا بقالنا مش كتير، اعتقد اقل من سنة يعني. اقل من سنه. بس بس عارف زي الموضوع بالنسبة لي شبه الدومينو، يعني عمرو، اسلام، انت، نور، ومعظم الناس اللي سمع عارفة التركيبة دي، بس يمكن عشان ما كانش في حاجة ملنكة معتز في الصورة، فعمري دايما بيسموا عمرو، اسلام، نور. بس دلوقتي مظبوط. هيبقى عمرو، اسلام، نور، معتز، لان انت من الناس اللي انا برتاح في الكلام معاها. الله يكرمك. وعندك تجربة مشابهة ليا، انت اب. تمام. فاهم قصدي؟ فدي حاجة من الحاجات اللي برضو فيها لينك حلو. انا ممكن اكون ما بلاقيش المساحه دي مع ناس تانية مم. نفس الفكره، بنات، نفس في ابعاد كده مشتركه ما بيني وما بينك. مظبوط. فانت لما كنا بنتكلم مع بعض وانت قلت لي انا حابب قوي اتكلم على العنوان الجامد ده اللي هو بتاع السلكان في التربيه، ده حقيقي. بدون ما انت تقعد تشرح لي، انا جمعت وقلت لك يلا بينا. تمام. يعني لان انا حاسس ان المساحه دي، يعني انا بميل اكتر ان انا بتكلم على ايه، حاجتي انا، مظبوط. صدماتي ودنيتي وبتاع. بس لما يخش كائنات صغيرة مكسورة الجناح في الصورة مم. في أبعاد تانية يعني. صح صح. حبك يا معتز. أنا يعني برضه حابب أقول للناس إن أنت ثيرابيست، فدي الاريا بتاعتك. حبك إنك تاخد المايك وتقول لي أنت لما قلت لي يا باشا حابين نتكلم على السلكان في التربية، كان إيه اللي منور في دماغك ساعتها؟ بص، انا عايز الاول بس اقول لك على شويه حاجات برضو، يعني ردا على اللي انت اتكلمت فيه يعني. قبل ما نتكلم في الموضوع يعني. أه انت برضو واحد من الناس بصراحة اللي انا برتاح في وجودي معاهم واكون مطمن جدا. و ومبسوط ان انت حطيتني في الدومينو اللي انت اتكلمت عليه دوت. و... وانا كنت نفسي اعمل ده من وقت يعني ان احنا نسجل حاجة مع بعض. دي كانت حاجة من الحاجات اللي انا كان نفسي اعملها. و ردا بقى على القصة بتاعت ايه اللي نور في دماغي يعني. قول لي. اللي اكتر حاجه نورت في دماغي في موضوع السلكان في التربيه دوت هو علاقتي بالبنوته الصغيره بنتي. أوكي. تمام. انا عندي بنتين. عندي بنت عندها 20 سنه كويس، وعندي بنت تانية عندها 7 سنين ونص. حلو. أوكي. فانا البنت الكبيره، آه، يعني اللي هي وصلته النهارده وهي عندها 20 سنه. آه، انا مشارك فيه بشكل او باخر يعني. حلو. جميل. انا ومامتها يعني. جميل. ف ان النتائج اللي احنا وصلنا لها يعني في الاخر ما كانتش مرضيه بالنسبه لي قوي يعني. حلو. أوكي. فعليها هي مش تفاعلات بتعملها او تصرفات بتعملها او الكلام ده كله، بس انا حسيت ان انا ان هي كانت محتاجه مني حاجات انا ما قدرتش اعمل ده في الوقت دوت بسبب ان انا كنت بعيد عن نفسي. حلو. يعني انا ما كنتش انا سالك مع نفسي عشان اكون سالك معاها يعني. فاهمك جدا. فالحمد لله ربنا بعد كده اعطاني الفرصه ان انا اقدر ان انا اعوضها دوت يعني واظبط الحته دي معاها. ف فحبيت ان انا الصبا اللي هي الصغيره ان انا ما اكررش معاها نفس التجربه تاني. حلو. أوكي. وقربي من نفسي ووعي بنفسي ساعدني ان انا اعمل ده. آه، احكي لك على موقف حصل كده الفتره الاخيره. نور معايا اول حته اللي احنا هنتكلم عايزين فيها نتكلم فيها. النهارده. قول لي معلم. احنا كنا بنصيف في اوكي. مصيف. ف واحنا ماشيين من المصيف ده انا وقفت كده عند الشباك و... ورجعت المعتز الطفل الصغير. فاهم؟ هو واقف، هو ماشي من المصيف وحزين جدا وزعلان على الوقت الحلو اللي هو قضاه ونفسه يقعد اكتر. و... ورد فعل اهلي مع الكلام ده كان بيبقى عامل ازاي. فاهم؟ ان انت ما بتشبعش، وان انت مش عيل مقدر جاحد. اللي احنا عملناه والفلوس اللي احنا صرفناها و...
يعني حزنت ان ده كان بيحصل. سبحان الله في نفس اليوم بالليل بعد ما روحنا لقيت صبا دي دخلت البيت انهارت من البكا. و نفس اللقطه يعني ان اللي انتوا ماشيين من المكان من مشينا من يعني. المكان بقى، روحنا خلاص، هي كانت تمام جدا لحد ما دخلنا البيت. اوكي فاهم؟ اوكي. مجرد ما دخلنا البيت ابتدت تعيط وزعلانه ان هي بقى الحاجات اللي كانت موجوده دي ما بقتش موجوده يعني. ف كل بقى اللي حصل معايا الصبح انا رحت مجمعه، والتفاعل ده بيحصل. يعني اللقطه اللي حصلت معايا الصبح دي هي عملتها، بس عملتها لما دخلت البيت، الحزن والزعل ومقهوره بقى ان هي خلاص سابت المصيف والبحر والكلام ده، ونفسه ان هو نفسها ان هو يستمر اكتر وياخد وقت اكتر. و... واللي انا عملته بمنتهى البساطه ان انا دخلت عليها وقلت لها ان انا حاسس بيكي، تمام، وان انا وانا قد كده كنت ببقى زعلان جدا برضو وانا ماشي من الحاجه الحلوه اللي انا فيها او الحاجه اللي انا مبسوط فيها يعني. وعايز اقول لك ان هي هديت في لحظه، فاهم؟ يعني في لحظه. انت قلت لها ان انت متشافه، يعني انت بالزبط. قلت لها ان مشاعرك مقبوله. بالظبط فاهم. فلمس معايا قوي ان انا لما اكون سالك مع نفسي هعرف اكون سالك مع مين، مع اللي انا بربيه، مع بنتي او مع ابني او مع ولادي يعني. انا عايز تقول ايه؟ فاهمك. عايز اقول لك حاجه، يعني كان اتفضل. لسه من كام يوم كده في بعتلي مسج وهي بتسمع البودكاست، فبتقول لي ان هي بقى يعني فاهمه الصدمات بتعمل ايه وخايفه جدا على ابنها، لسه ابنها صغير يعني ممكن يبقى 5-6 سنين. فبعتلي كده بحاله من حالات الذعر شويه، بتقول لي ازاي احميه، ازاي ما عرضوش لده. قلت لها بانك تتعالجي. الناس دايما بتبص للتربيه على انه كتاب في ارشادات هعرفها هأديها. هو الفكرة ان اللي جواك بينعكس حتى لو انت مش قاصد، على فكرة هو بينعكس على ابنك او بنتك. انت لو جواك قبول للحب وقبول للحزن وقبول للخوف، فلما زي ما انت عملت مع بنتك لما انت شفت فيها حزنها انت قابل حزنك، فانت قابل حزنها. اللي بيحصل بقى ان الاهالي بتبقى محلتش اللي جوه شوية لسه، بس عايزة تقبل اللي عند عيالها. فبأحسن النوايا القبول بيكون مصطنع، وعلى فكرة بيكون قبول لو الحزن شديد عند الابن مش هتستحمله، بالظبط، لان هي بتضغط على نفسها تقبل. بالظبط. فانت قلت حاجه حلوه جدا يا معتز، لان هو وده على فكره نفس النقطه اللي انت بتقولها مع نادين برضو قريبه من صبا، يعني 6 سنين وشويه. ان انا اكتر الاوقات اللي ببقى عارف اتصل معاها كطفله لما انا بكون متصل مع نفسي، بالظبط. لما اكون سايب نفسي. الاوقات اللي انا بكون جاي وفي مقاومه وفي كنترول وغضب. ببقى عايز اقول لك ساعات، واللي ده اللي يضحك، عايزه تلعب معايا مثلا العب معاها وانا مثلا مش قادر اضغط على نفسي عشان الخوف، يعني مش عارف اتعامل مع مشاعري، فعايز اضغط على نفسي ان انا احس ان انا مثلا الاب اللي كامل من مجاميعه، الاب المثالي. فالعب معاها وانا متعصب. بص الضحك، فاكتشف ان انا باذيها. فاهم. هي بنتي مش عايزه بابا يلعب بالغصب، هي عايزه روحه موجوده. بالظبط. فبس يعني ده اللي حضرني وانت بتقول الكلام ده، ففاهمك جدا. طيب كل اللي احنا بنتكلم فيه دوت مبني على ان الطفل دوت النهارده هو في السن الصغير دوت عنده 6 سنين 7 سنين الكلام ده كله، وممكن كمان اصغر من كده، يعني يمكن من سن 2 أو 3. انا اتعلمت يعني من خلال يعني ناس دكاتره يعني وناس متخصصه في المجال دوت ان الطفل دوت النهارده ليه تركيبه دماغ معينه. تركيبه الدماغ ديت اللي هي ما تسمى الاميجدالا. حلو. الاميجدالا ديت اللي هي المراكز اللي مرتبطه بجذع المخ. جذع المخ دوت اللي فيه الديفنسات بتاعه الطفل. كويس. فهو الطفل دوت النهارده لما يتعرض مثلا لنقد، لما يتعرض للوم، لتوبيخ، لإهانة، لمقارنة، لإهمال، عايز أقول لك بقى كمان من الحاجات اللي أنا نفسي اتفاجئت بيها، يعني إن أنت تفاجئ الطفل. كويس. يعني أنت تفاجئه
تخده يعني قصدك؟ حلو، يعني تعمل له حاجات فجائيه، مش مفاجاه اللي هو مثلا تجيب له هديه او كده، لا يعني تعمل له حاجات فجائيه هو مش ماشيه في الخط بتاعه. حلو، ده برضو بيأثر على على الاميجدالا بتاعته، بتأثر برضو على بتدي يعني اشارات لجذع المخ يطلع ديفنسات، فاهم؟ مكان الديفنسات دوت اللي هو الجذع بتاع المخ دوت، هو اللي بالبلدي كده بيشعلل غضب الطفل دوت، او بيشعلل ردود افعاله، فاهم؟ فهو الطفل ده لما في الوقت دوت بيمر بتنقده، بتلومه، بتوبخه، بتهمله، ما بتدلوش حب كويس، ما بتدلوش وقت، ما بتدلوش تشجيع، ما بتدلوش شوفان. كل الحاجات دي كلها بتضغط على المراكز دي، والطفل يبقى يبقى ليه ردود افعال، ممكن تكون ردود افعال عنيفه، حلو، او ردود افعال لجوه اللي هو بيسمى في علم النفس يعني اللي هو الفر والكر، حلو، اللي هي حتى دي كلمه الناس بتقولها يعني في حياتها يعني، فاهم؟ في ولما تكون ردود افعال لجوه ده بيكون مريح لاهالي كتير، لان هو مش فاهم ان ابنه اللي باين عليه ان هو مؤدب وجميل ده، لا يا حبيبي، هو مش الفطره بتاعت الطفل مش ان هو يبقى مؤدب، الفطره بالظبط. بتاعت الطفل ان هو يلعب ويتنط. فانت لو ابنك كيوت بزياده على فكره، وممكن يكون ساكت عشان بيكتب، مش بالظبط. ساكت عشان بالظبط. هو بيحب السكوت بالظبط. يعني. بالظبط، فاهم؟ وفي طفل تاني النهارده بيبتدي يعمل ايه، فاهم؟ ان هو يطلع الكلام ده لبره، ان هو يبقى aggression بقى. بالظبط، فاهم؟ ان هو يبقى مثلا مش موافق على الحاجه اللي انت بتقولها له، يبقى بيعند معاك، يبقى يعني ما بيسمعش الكلام، الحاجات اللي هي الدرجه يعني، فاهم؟ فانا محتاج ان انا اكون فاهم هو ده بيحصل له ليه، فاهم؟ عشان اعرف اتعامل معاه، حلو. وعشان افهم ده بيحصل له ليه واعرف اتعامل معاه، انا محتاج ان انا اكون فاهم نفسي وحاسس بيها، عشان اعرف احس بيه. يعني اللي هو فكره ايه يا محمد، ان انا هحس بيه ازاي وانا مش حاسس بنفسي، فاهم؟ هتواصل معاه ازاي وانا مش متواصل مع نفسي، هسلك معاه ازاي اللي هو العنوان بتاعنا يعني، وانا مش سالك مع نفسي، فاهم؟ صح جدا جدا. وفي نفس الوقت ابقى انا واعي بتركيبته، فاهم؟ انا مش بربي حاجه عندي وخلاص، فاهم؟ وانا مستني ان هي تكبر وتبقى شاطره في المدرسه وتبقى متفوقه في الرياضه بتاعتها وتبقى ملتزمه وتبقى مؤدبه وتبقى محترمه وما بيطلعش منها العيب وما بيغلطش، يعني انا مش مربي هو فاهم؟ اصلا بتضحكني قوي جمله ما بيغلطش، اذا كان فاهم. السمه الاساسيه للبني ادم عشان يتعلم ان هو يتجرب ويغلط يعني، فانت ازاي عايز بني ادم ما بيغلطش يعني؟ بص، هو كان اسلام قال لي حاجه مره على موضوع الاطفال في الموضوع الغلط والصح والكلام دوت، قال لي ان الطفل كويس من سن 2 لحد سن المراهقه هو ما بيغلطش اصلا، فاهم؟ هو كل اللي بيعمله ان هو بيتعلم بس، يعني هو الفتره دي كلها، فاهم؟ اللي احنا واحنا بنتفاعل معاهم بنغلطهم او نقول عليهم ان هم بيغلطوا، او ان هم بيكتشفوا مثلا اكتشافات او ايا كان المسميات، يعني هو حقيقه الامر هو ما بيغلطش، حقيقه الامر ان هو بيتعلم، هو عنده 2 او 3 سنين لحد سن المراهقه، فاهم؟ هو مر بايه قبل كده يعني، هو لسه ما مرش بحاجه، تصدق فاهم؟ التعريف ده جامد جدا جدا جدا، اصل فاهم؟ فكره حد بيغلط معناها ان هو عدى بتجارب وبقى ماشي على ماشي على الصح معين، بعد كده انتكس بالظبط. انتكس من الصح للغلط. طب اذا كان هو ما انا عندوش حاجه اصلا، ما اعرفش صح ما عندوش وغلط، حاجه انا بقى ينتكس منها، فاهم؟ بالظبط. وانت بتقابل ده بقى بسبب عدم سلكانك مع نفسك، وبسبب ان انت مش واعي بنفسك ومش فاهمها ومش قريب منها، بتقابل ده بنقد، بتقابله بتوبيخ، بتقابله ان انت تقعد تلومه، بتقابله ان انت تقعد تقارنه ما بين حد تاني. من الحاجات القاسيه جدا برضو على الاطفال ان انت تقعد تقارنها بابن خالته وابن عمه وصاحبه اللي في المدرسه او صاحبتها اللي في المدرسه، حاجات في منتهى القسوه، فاهم؟ وتاثيرها على الطفل يعني انت حتى لو انت ما لمستوش دلوقتي، انت للاسف الشديد هتلمسه قدام، فاهم؟ لان انت بتكون له صوره عن نفسه بشكل ما بالظبط، كده، بالظبط. هو بعد كده هيتعامل بيها، فاهم؟ وبعد كده انت بقى ترجع تفوق بقى، تبقى انت محتاج تتعالج وهو محتاج يتعالج، قصه يعني ايه فاحنا الهدف حتى من اللي احنا بنعمله ايه، ان احنا في غنى عن الكلام دوت. يعني احنا النهارده ممكن ناخد خطوه استباقيه، يعني ممكن اللي هو ايه الوقايه خير من العلاج زي ما بيقولوا يعني. فاحنا محتاجين ان احنا نبقى ايه، يعني النقط دي لو عطيناها مساحه ومش كبيره على فكره، وانت محتاج بس ان انت تبتدي، او محتاج ان انت يعني تعمل اي حاجه تخليك واخد بالك من نفسك، ان كان بقى تتعالج، تسمع حاجات،
whatever، تتعلم تفهم نفسيه الطفل اللي معاك ده ايه، تلجأ لمتخصص، يعني ايا كان اللي انت هتعمله. المهم ان هي اي حاجه تساعدك ان انت تقدر ان انت تعرف تتعامل مع اطفالك، او تتعامل مع بنتك الصغيره او ابنك الصغير او ابنك المراهق او بنتك المراهقه. تبقى فاهم دماغه، فاهم هو بيفكر في ايه، فاهم ايه اللي بيضغط عليه، فاهم هو بيحس بايه، فاهم هو محتاج ايه، فاهم. وده مهم جدا. كلمه محتاج ايه دي يعني كلمه حاجه من الحاجات ال القويه جدا في العلاقات، اللي هي الاحتياجات النفسيه يعني. فده هيعمل لك وقايه من ان انت بقى يبقى في نتائج مش اظرف حاجه بالنسبه لك، ونتائج مش اظرف حاجه بالنسبه للطفل دوت او للمراهق دوت. وكده كده هتوصل في الاخر ان انت هتكون محتاج ده، فاهم. بص هقول لك في نقطه هنا. بص، نفترض مثلا ان حد اشترى كتب، سمع بودكاست، المهم اتعرض لاي شكل من اشكال المعرفه يعني، تمام. ورغم معرفته ووعيه لاقي برضو ان لسه بيطلع منه سلوكيات بتزعله من نفسه كأب او كأم، غضب جامد، الكلام ده كله. ففي الحالة دي اعرف ان مشكلتك مش في الوعي، لان انت لو عندك صدمات وعندك مقاومة للمشاعر اللي جواك، اللي هي انت محتاج تخش رحلة كده عشان تقدر انك تتعامل معاها وتقبلها. اللي بيحصل، وده اللي بيحصل عند اغلبية الناس يا معتز، ان الوعي بيتحول لهندلة، يعني بيستخدم الوعي عشان يهندل مواقف بالدماغ. فانت اي حاجة في الدنيا، لو انت مثلا مغضبني، بدل ما انا اسمح نفسي احس بغضبي فقاعد احلل اقول انا قريت ان الغضب كذا، فانا عايش في دماغي. فتلاقي برضو رغم انك باحسن النوايا انت عارف كتير، بس زي ما انت قلت عشان لسه الدنيا من جوه مكعبله اتلخبطه. فانت هنا لا، انت هنا كده محتاج حقيقي كأب او كأم، لا انت محتاج ثيرابي، محتاج والله يا علاج. محمد هي الناس كلها محتاجه تتعالج، يا عم انا لحد النهارده بس انا مش عايز يعني ايه باشا انت لا خش يا باشا واضرب بالشمال عشان بقى بقول لك هي ايه. بص، هي الناس كلها فعلا محتاجه تتعالج. قول يا معلم، حلو. قول يا لكن معلم. هي لكن اللي هي عندك. الفكره كلها ان مش ظروف الناس كلها سامحه بده، فاهم. يعني في ظروف ناس النهارده سامحه ان هي تتعالج، في حلو. عندك وفي حق، ظروف صح. في ظروف ناس تانية النهارده مش سامحه، فاللي هو اقل القليل يعني. لكن لو الناس كلها اللي بتسمعنا دي كلها واللي ما بيسمعوناش كمان عندهم فرصه ان هم يتعالجوا، ده حاجه تبقى محترمه جدا يعني، فاهم. وحتى لو هو النهارده مش شايف ان هو عنده مشاكل، فاهم، ان هو يوعى بنفسه ويفهم نفسه. وان هو يكسر انكاره زي ما بيقولوا، بالظبط. انك تقول لا انا كده من الواضح ان انا، لان اسهل حاجه في الدنيا ان انا اعمل اسقاط، لا ابني هو اللي كذا، بالظبط. هو اللي شقي وما بيسمعش. اكتر حاجه يا عم بتعصبني لما تلاقي مثلا يعني واحدة ابنها عنده يا عم 3-4 سنين، هي سمة المرحلة دي انرجي وبتاع، تقول ما بيسمعش الكلام. هو انت فاهمة مخ العيل ده عامل يسمع كلام ايه؟ انت السلام عليكم. انا بقول لك 3-4 هي سنين يا مش عم. واعيه، هي مش واعيه ان الطفل دوت النهارده الحته اللي احنا قلناها من شويه ان هو بيتعلم، هو بيفهم، هو بيكتشف كويس. هو مش عارف حاجه لسه، هو لسه بيعرف. هي النقطة فاهم؟ بقى ان انا لما الاقي ابني ده في اكتشافه بيعصبني وبتنشني عشان انا رابط قيمتي بشكل بيتي الجميل، يبقى انا افهم احل من جوه ان انا محتاج افك. ما ده بقى ياخدنا ان نقطه يعني قويه جدا. خش. ايه هي النقطه دي بقى؟ ان انت وانت بتتعامل مع طفلك او بتتعامل مع المراهق اللي عندك او الكلام ده، محتاج تسال نفسك هو انت بتعمل ده عشان مين، فاهم. يعني انت مثلا عايزه شاطر في المدرسه ليه؟ عشان خاطر مين، فاهم. عشان خاطر هو ولا عشان خاطرك انت؟ عايزه لابس كويس، فاهم. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر يبقى هو لابس كويس، ولا عشان خاطر انت منظرك قدام الناس؟ عايزه متفوق في الرياضه، فاهم، وجايب كاس العالم في الالعاب، ليه؟ عشان خاطر مين؟ عشان خاطر هو ولا عشان خاطر نفسك انت؟ عشان خاطر ترضي انت عندك حاجه هي مش موجوده او ناقصه، فاهم. السؤال اللي احنا بنسأله دوت القصة دي، يعني هو لو كل أب وأم بس يعني في لحظة حقيقية مع النفس كده، الله ينور عليك، لحظة حقيقية. فاهم، سأل نفسه هو بيعمل ده ليه، هو عايزه يجيب 10/10 ليه في الامتحان، عشان خاطر مين، فاهم. صح. أنا بص يعني أكاد أجزم إن يعني 98% من الناس هتكون إجابتهم إن هو بيعمل الكلام ده عشانه هو، مش عشان الطفل. لا 98% انت تفترض ان هو في لحظه صفحه حقيقيه. بس اقول لك حاجه، لا 98% ان هو لو هو فعلا جاوب الاجابه دي، يا اجابه يعني هو حقيقي مع نفسه كويس، فاهم. هو اول اجابه هيقول ده عشانه، ده عشان هو يبقى مش عارفه ايه يا شقي. لا يعني ابنك اصلا اذا كان ابنك بيحب هدومه طالعه بره ومش نظيفه ومش الواد مش انت متضايق ليه؟ هو يا عم مبسوط. بالظبط، فاهم.
ومع ان محمد على بقى الناحيه التانية، انت لو سبته بحريته هو هتلاقيه بظابط نفسه، يعني هو هتلاقيه بيظبط نفسه. فاهم؟ الطفل ده حاجه يعني كائن، يعني حاجه قويه جدا جدا يعني. هو احنا اصلا طاقة حياة. المفروض بنتعلم من الاطفال، يعني احنا المفروض ان احنا بنتعلم تلقائياتنا مثلا. احنا خلاص ما بقيناش تلقائيين، بقينا يعني بنحاول نرجع تاني نبقى تلقائيين بفطرتنا. مين اكتر حد تلقائي بفطرته بيتعامل؟ الطفل. كويس. فانت تقعد كده فاهم ايه، تحط ايدك كده فاهم على وشك كده وتقعد تتامل فيه وتشوف هو بيعمل ايه. وشوف انت بتعمل بنسبه قد ايه من اللي هو بيعمله. هتلاقي النسب قليله جدا. فاهم ان هو على حريته تلقائي، ويجي يقول لك في النص انا بحبك فجاه بدون اي مقدمات، انا محتاج كذا. انت ممكن تفكر 200 مره قبل ما تقول دي عشان خايف، طب هيقول لي ايه، طب بالظبط. هو مش شايل هم الكلام ده. فاهم؟ فالطفل ده لما هو بس انت تديله شويه احتياجات، فاهم؟ مش احتياجات، مش اكل وشرب ولبس ودراسه والكلام ده، لا مش دي بس الاحتياجات، في حاجات تانية كتيره قوي. فاهم؟ وتسيبه هو يكتشف، وتسيبه هو يتعلم، وتسيبه هو هتلاقيه هو بيرجع لك وبيسألك وبياخد منك الأمان وبيراجعك في الحاجة، وبيبقى هو حابب ان هو يهتم بنفسه. هتلاقيه هو بيعمل كل حاجة انت نفسك فيها. فاهم؟ بص، تعليقا على النقطة دي معتز، انا مؤخرا كده من الناس اللي انا بقرا لها كتب كتير بصراحه. انا بحب الكتب الصوتيه جدا يعني، عشان وانا مسافر او كده ببقى قاعد مشغلها يعني، لان انا ما عنديش وقت قوي للقرايه الكتب يعني. فمن الناس اللي بتكيفني جابور ماتيه راجل تقيل جدا يعني، جدا جدا. فقريت له كتب كتير، بس لقيته مؤلف كتاب هو وابنه اسمه هولد اون تو يور كيدز، يعني تمسك بعيالك. تمام. عمري ما كنت قريت له حاجه عن التربيه. قريت له الكتاب ده، الكتب بصراحه اللي فرقت معايا جدا. هقول لك ملخص بس فكره عنده كده. هو بيقول ان الاطفال بطبيعتهم فطرتهم ان هم عايزين يفضلوا متشعلقين باهاليهم كصله، ده الطبيعي. تمام. لما ابنك ينعزل عنك ويبقى بوصلته صحابه، اعرف ان انت قطعت حبل الامان، فهو دور على بديل. بالظبط. فرشق مع الصحاب. بس الفكره ان الصحاب عمرهم ما هيشبعوه، لان الصحاب قبولهم لبعض مشروط، مش قبول حقيقي. بالظبط. اكتر حد محتاج قبول حقيقي يعني، اكتر حد العيال محتاج هيدي يعني. وعشان كده انت بتقول انا لما اعرف اسلك هعرف ادي غير مشروط. هعرف لما الاقي عملت حاجه واخد بالي ان انا عايز اطلع عليها بانتقاد، بس انا واعي بخوفي، واعي ان انا عايز ارمي عليها خوف. وزي ما انت خوف من ايه ما تكسر يا عم. بالظبط. ايه المشكله؟ بالظبط. فكره يعني انا من اكتر الحاجات الواحد لما كبر اكتشف ان فقدانها قتله في حياته حريه الفشل. بالظبط. انا من حق افشل، من حق اجرب وافشل يعني، من حق غلط. ايه المشكله يا عم؟ لكن انت لما تكهربني من وانا عيل صغير وتحسسني ان القيامه هتقوم بكره عشان انا فشلت، ولا عمو شافني قال كلمه مش حلوه او بتاع، ما هو للاسف ده اللي حصل معاك انت. بالظبط. كويس. وانت مش واعي بيه، مش دريان بيه. بالظبط. انت مش واعي بالحنكشه اللي عندك. بالظبط. فعايز تكنترول ابنك عشان عايزه على الصوره اللي انت نفسك تبقى عليها، عشان هي ناقصه عندك. طب هو ماله يا عم؟ هو ماله يا عم؟ ايوه طبعا فاهم. بص، ما هو الاهل بيعملوا ده، واكبر مشكله فيه ان هو مش دريان باللي هو بيعمله. فاهم؟ وغير ان هو مش دريان باللي هو بيعمله، هو بيقعد يدور على الحاجات او المبررات يعني، فاهم، اللي تثبت له ان هو ماشي ايه، ان هو ماشي مظبوط. فاهم؟ وتثبت له ان هو بيضحي عشان خاطر عياله، وتثبت له ان هو عامل احسن ما عنده، وتثبت له ان هي دي التربيه، ويجيبها شويه في المجتمع، ويجيبها شويه في الدين، ويجيبها شويه في التلفزيون، ويجيبها يعني كل شويه بيجيبها في حاجه. تمام. تهدي او تسكن الحاجه اللي عنده جواه، اللي هو اصلا بقى مش دريان بيها يعني. هو حتى مش مثلا هو دريان بيها وبيسكنها، هو مش واعي اصلا بالقصه دي. فالسؤال بتاع ان انت بتعمل الحاجه ليه ده سؤال يعني انا بساله لنفسي وانا بتعامل مع صبا. يعني الاقي نفسي مثلا اوقات ايه، غضبان. كويس. بتعامل بغضب. فاهم؟ فعلى طول اول ما بغضب، انا الغضب بتاعي بوصله يعني. فاهم؟ في حاجات كتير قوي في حياتي يعني. اسال نفسي انت الغضب ده انت بتداري بيه على ايه؟ تغضبان ليه؟ ايه المشاعر اللي تحت بص يا باشا، انت جميل، لان على فكره هي فعلا اللي انت بتقوله ده، طريقه السؤال ده، لان طريقه السؤال ده بيوجهك للحقيقي. بالظبط. فاهم؟ ايه اللي انت حاسه؟
وايه اللي انت محتاجه. الغضب ده بيداري عليه وفي الاغلب بالظبط. هتلاقيه خوف. بالظبط، فاهم؟ بيداري على خوف، بيداري على عجز، فاهم؟ بالذات كمان العجز عند الرجاله ده يعني زرار قصه يعني، فاهم؟ فانت بقى عايز بقى تطفيهم، فاهم؟ عايز تسكن بقى المشاعر اللي انت يعني ما رافض ان انت تحسها، لان يعني فخلينا بس ما نخشش في قصه بتاعت المشاعر والرفض يا باشا دي احلى والكلام ده. قصه، احنا ما بنتكلمش لا عشان غير احنا عن- بنتكلم بس في حته يعني حته تانية شويه بتاعت الاطفال والتربيه والكلم ده. بس كله متصل ببعض. هو كله متصل ببعضه وكل حاجه، بس عشان يعني ما نتوهش الناس يعني. ف كنا بنقول ايه؟ احنا قبل ما نخش في الحته دي انت كنت بتتكلم على فكره ان انا ابقى دريان بالعالم بتاع الطفل والحته بتاعت الاماجدلا وعلاقتها يعني ان الليمبيك سيستم، او ان انا ابقى ببص للدنيا من العالم بتاعه مش من العالم بتاعنا. بالظبط ان العالم بتاعنا ما يخصوش بربع جنيه. بالظبط فاهم؟ يعني انت مثلا النهارده لما جيت، فاهم؟ لقيت الصور بتاعت الالوان بتاعت صبا والحاجات اللي هي رسماها والكلام ده كله، لقيتها متعلقه في البيت بره في لقيتها متعلقه في كل حته يعني. فانت قلت لي انا بعمل ده، بسيب ده برضو بنتي تعمله. بالظبط. فانا حتى رديت عليك قلت لك يا محمد هي دي الحاجات اللي انا اتحرمت منها يعني، فاهم؟ يعني دي حاجات انا النهارده كنت حابب ان انا اعملها، وحابب ان انا اهلي بيدعموها واهلي بيشجعوني عليها واهلي شايفينها واهلي مبسوطين بيها، بس هم كان ظروفهم يعني وطريقتهم تمنع ده، فاهم؟ بالظبط. فانا النهارده بقيت ايه الحاجات دي كويس عشان الحاجات دي وجعاني انا، والحاجات دي انا اتحرمت منها. فانا بدي الفرصه والمساحه لبنتي ان هي تعملها وليها هي يعني. انا واعي كويس قوي ان انا بعمل الكلام ده ليها هي، مش بعمله ليا انا. مفيش جايزه هتاخدها انت. بص انت زي ما انت قلت الكلمه الجوهريه بديها المساحه بالزبط. يعني انا حتى بسال نفسي على فكره نفس الموضوع. انا نادين بتقلب البيت عندي يعني مهرجان ولعب وملاهي، بس احنا اصلا يعني انا دايما مؤمن ان الفطره بتاعتنا كبني ادمين تحب ان احنا نعيش في طبيعه قدام بحر. يعني الحياه الجديده بتاعتنا ان احنا كلنا في عماره شقق، ده مش الطبيعي بتاع البني ادم. فانا بقول لنفسي يعني حتى هبقى قعدها في 140 متر وكمان بحجر على حريتها. تمام. اللي بيه يا عم واعملي ايه مشكله؟ عشان هو اصلا الحاجات اللي كانت بتوقف ده، فاهم؟ هي حاجات كلها يعني مش ذات قيمه يعني. كان بيوقف ده مثلا ايه؟ ان هو لو حد جه دخل البيت يزورنا وشاف الحاجات دي هيقول علينا ايه؟ ما يقول يا باشا، ما يقول يا عم، هيقول ايه يعني؟ طفل النهارده بيعبر عن نفسه، طفل النهارده بيرسم، طفل يعني. انت اتفرج مثلا هي على سعادتها، فاهم؟ وانت بتاخد الرسمه بتاعتها تعلقها لها على الحيطه، فاهم؟ في الصاله يعني، في اكتر حته ممكن الناس تشوف فيها الكلام ده. ولما حد مثلا يجي مثلا محمد جالنا النهارده فاقول له ايه رايك في الرسومات بتاعت صبا، فاهم؟ هي انت كده فاهم يعني ايه؟ عطتها يعني جرعه احتياجات وجرعه قبول وجرعه تشجيع وشوفان وحب واخد بالك كلمه. مش بقى اللي الناس بتعمله العكس، اللي هو ممكن يروح يجي عن نفسه ويشتري كتير لعياله وبعدين بالزبط. يفضل يلعب لعبه ان انا بقى مستنيك انت كعيل تديني اللي انا عايز. طب ما هو مين قالك ان ابنك انت اللي مختار تدي بالشكل ده بالزبط. لكن بالزبط. انت لو انت عايش في عالم الطفل زي ما انت هتكتشف ان رسمه على الحيطه ممكن تشبعه نفسيا عن حاجه كبيره انت جبتها بفلوس قد كده وهو هيفرح بيها، بس مش دي اللي بتشبع بالظبط. لان هي الفكره كلها في ان انا متشاف بالظبط. فهسالك سؤال يعني عشان انت قلت لي حتى انت في الرحله بتاعتك في وقت انت ما كنتش بتدي قوي اللي انت كنت حابب تديه، وفي وقت انت لا انت قادر تدي اللي انت حابب تديه. الوقت الاولاني ده انا كنت بعيد عن نفسي خالص يعني. ايه اكتر فرق انت لمسه في بنات يعني في الفرق؟ ايه الفرق اللي انت حاسه اللي هو كان اثبات ان انا لما كنت متواصل مع نفسي ففعلا ده واصل لبنتي وهي متشبعه، ولا لما كنت منعزل خالص ففعلا ده لمس بنتي الكبيره؟ ويعني هل طبعا اكتر فرق اللي انت قلته من شويه ان هي النهارده الكبيره ابتدت تشوف احتياجاتها بعيد عني، فاهم؟ ماشي، انا مش قادر اعمل ده،
فاهم، او انا بربي اللي هو ايه الغلط والصح والمناسب واللي مش مناسب والمدرسه والهدوم واللبس وطريقته والانجازات والحاجات الجميله اللطيفه الرهيبه دي، فاهم. ف رد الفعل ايه؟ رد الفعل ان انا النهارده الاحتياجات دي بدور عليها في حته تانية، وزي ما انت قلت حتى مع الصحاب هي ملهاش مش بنفس القدر اللي هتتاخد من الاب والام. طبعا فاهم؟ طبعا ما طبعا ينفعش تحطوا الاتنين في حته واحده اصلا خالص. فاهم. البنوته الصغيره فاهم صبا ما بتحبش يعني اكتر حاجه بتحب تعملها ان هي تقعد معاه، لان في لغه حوار ما بيني وما بينها كويس، في تعبير عن مشاعر، في ان انا بعلمها ان هي تعبر عن مشاعرها، في ان هي لما مثلا تغضب النهارده او تتضايق فاهم تسالها انت حاسه بايه، ايه اللي مضايقك فاهم، في ان انت تحتويها، في ان انت تديها مساحه ووقت، في ان انت تعلمها ازاي ان هي ما تجيش على نفسها، في ان حاجات يعني فاهم، يعني حاجات كتيره جدا انت بتعملها مع بنتك او مع ابنك. ولو انت قارنتها بحاجات انت اوريدي بتعملها هنا ودلوقتي ومش لاقي لها نتيجه، هتلاقي يعني بتبذل مجهود كبيره جدا في حاجات هي ممكن مش مديه الايكوال دوت. يعني مثلا في اهل ياخد ابنه كل يوم يروح النادي والتمرين ولعب وفلوس وهدوم وهو مستني ان الطفل دوت ايه قصاد اللي هو بيعمله دوت، ان هو هياخد ايه زي ما انت قلت من شويه، هياخد نتيجه الكلام دوت، هياخد نتيجه مثلا ان هو يبقى احسن واحد في الفرقه بتاعت اللي هو بيلعب فيها دي، هيبقى جايب الاول على الجمهوريه في المدرسه هو من 10 الاوائل او ما كانش كمان الاول يعني. ان اصحابه يبقوا متنقين على الفرازه، يعني ما ينفعش يبقى صاحب في ايرور فاهم. كل الحاجات دي انت بتعمل بقى، انت بتدي فاهم، بس انت بتدي في حته مش غلط، بتدي في حته مش هو دي اللي هو محتاجها، انت بتدي علشان انت بتديله من بره كويس، ما تديلوش من جوه فاهم. مش بتديله عاطفيا، انت بتديله خارجيا ظاهريا اللي هو في الاغلب الحاجات اللي انت بتهتم بيها. فانت اهتماماتك النهارده لما تختلف، يعني انت النهارده لما اهتماماتك تبقى مشاعرك واحتياجاتك كويس، هتبقى انت هتعمل ايه مع الطفل، هتبقى اهتماماتك معاه هتبقى شايف برضه. ده بالظبط. الله ينور عليك فاهم، احتياجاته ومشاعره وهكذا. لما تكون انت اهتماماتك ظاهريه، هتبقى اهتماماتك مع الطفل اللي معاك برضه اهتمامات ظاهريه. كله زي ما انت قلت، ما هو عارف، ما كل ده دايما بيرجعنا لحته ان هو كله فعلا انعكاس على اللي داير جواك. طبعا بيرفلكت حياتك وبيرفلكت اللي انت تعرضت له والصدمات بتاعتك والحرمانات والاساءات والحاجات دي كلها فاهم. وانت لو ما وعيت لهاش حلو وعملت فيها حاجه، انت هتكررها تاني شئت ام ابيت، مش لازم بنفس الطريقه حلو. هي ممكن تسد حته هتعبر، او الازاءات هتطلع للسطح في اريا تانية. الله ينور عليك، في اريا تانية في حياتك. الله ينور عليك. زي مثلا انت دلوقتي انت تعرضت مثلا لتربيه قاسيه فاهم، فانت مش عايز ولادك يتعرضوا للتربيه القاسيه ديت، فانت مش هتربيهم التربيه القاسيه دي، فانت هتدلعهم ماشي وهتتعامل بعكس تماما الطريقه اللي انت كنت بتتربى بيها فاهم. وانت بتعمل دوت عشانك انت برضو، انت بتعملش عشانهم هم، انت بتعمله عشان انت، وانت مش دريان ان انت بتعمله عشانك انت، بتعمله عشان تسد الحرمان او النقص اللي حصل بسبب التربيه القاسيه اللي تمت معاك فاهم. فين دليلك ان الدلع دوت او الحاجات الطريقه اللي انت هتعملها ديت فاهم، ان هي دي اللي مش هتأدي نفس النتيجه اللي انت وصلت لها. بالظبط ماشي، لان انت برضو انت لما تيجي تعمل ده هتعمله برضو من بره فاهم، هتعمله بحاجات خارجيه فاهم. هتبقى مثلا بتشتغل ليل ونهار عشان يبقى معاك فلوس كتير عشان تقدر تسدد لهم احتياجاتهم فاهم، الحاجات الماديه اللي هم عايزينها، عشان تدخلهم احسن مدرسه، عشان تعمل لهم احسن حاجه في كل حاجه، عشان تجيب لهم انضف حاجه في كل حاجه واغلى حاجه في كل حاجه فاهم. بس هل انت النهارده بقى عطيتهم الحاجه اللي انت اتحرمت منها فعلا كويس؟ هل انت عطيتهم احتياجات؟ هل انت عطيتهم عاطفه؟ هل انت اديتهم من وقتك؟ هل انت اديتهم مساحه؟ هل انت كنت سند ليهم، قريب منهم، بتدعمهم فاهم، قادر ان انت تبقى في لغه تواصل على مستوى المشاعر ما بينك وما بينهم؟ وده مش هيتعمل غير لما انت تعرف تعمله مع نفسك
قدرت ان انت يكون في لغه حوار ما بينك وما بين نفسك، هتقدر يبقى في لغه حوار ما بينك وما بين الاخر. قدرت ان يبقى انت قادر ان انت تتواصل مع مشاعرك، هتقدر تتواصل مع مشاعر الاخر ايا كان كبير ولا صغير بقى. صح فاهم؟ صح صح كويس. صح. قدرت ان انت تفهم احتياجاتك كويس ماشي، وتلمس معاه، هتقدر ان انت تتواصل مع احتياجات الطفل دوت او زوجتك او ايا كان الشخص اللي انت عشان بتتعامل كده معاه والله يعني. معتز، يعني الموضوع مش محتاج ماجستير والله. لا خالص، فاهم؟ خالص. الموضوع محتاج زي ما انت هو اسلك، بالظبط اسلك بالظبط لله. بالظبط. فاهم؟ ما هو السلكان ده مع نفسك انت كويس ماشي. الحقيقه اللي انت بتحاول ان انت تهرب منها، اللي انت تعرضت له، اللي انت بتجري ماشي بتجري في الدنيا، فاهم؟ من كتر الرعب اللي انت اترعبته بسبب الحاجات اللي انت تعرضت لها. ليها مسميات كتيره يعني كل بقى يعني مدرسه بتسمي الكلام ده، اللي هو فينا مدرسه بتسميها كسر الانكار، يعني ايا كان المسميات ايه يعني. بس هي انت محتاج ان انت تقف وقفه، فاهم؟ تقف وقفه مع نفسك للحاجات اللي انت تعرضت لها دي. الحاجات اللي انت تعرضت لها دي يا اما انت هتفضل تجري، فاهم؟ تهرب منها، يا اما انت النهارده هتقف وقفه مع نفسك ماشي، وتشوف اللي انت تعرضت له ده مأثر عليك ازاي، فاهم؟ مكون معتز ازاي، ومكون محمد ازاي، ايه الصوره اللي النهارده اللي انت مكونها عن نفسك، شايف نفسك ازاي، فاهم؟ وايه اللي انت محتاج ان انت تتحرر منه، ايه اللي انت محتاج ان انت تلمسه تحسه، فاهم؟ وده هياخدنا للحته اللي احنا ما كناش عايزين نتكلم فيها، اللي هي بتاعت رفض المشاعر. بص يا كويس. باشا، فاهم؟ هي اللفه هي بالظبط كده، فاهم؟ اصل انت هتروح هتيجي هتطلع تنزل، فاهم؟ بالظبط. كويس. هي مشاعر، فاهم؟ انت رفضت ان انت تحسها في وقت من الاوقات، فاهم؟ في وقت انت تعرضت فيه لحاجات انت ما كنتش جاهز ان انت تتعرض لها، فاهم؟ و و و ومسؤوليه عليك النهارده، مسؤوليه، فاهم؟ ان انت بتربي، فانت عليك مسؤوليه، فاهم؟ ان انت تبقى واعي وانت بتعمل ده مع عيالك، فاهم؟ عشان حتى لو عملته تعرف تلمه، فاهم؟ لان انت اكيد مش في مدينه فاضله، انت عيالك مش هيتعرضوا لحاجات، وانت مش هتعرضهم لصدمات، هتعرضهم، فاهم؟ ده حقيقي، فاهم؟ رغم الوعي اللي انت فيه، ورغم الكبر اللي انت فيه، والنضج النفسي، والقرايات والماجستيرات والكورسات والتدريبات، يا هتعرضهم، باشا فاهم؟ بيحصل طبعا طبعا. ماشي. لما تعرضهم بقى، فاهم؟ هتسيبهم ولا هتلمهم؟ كويس. عشان تعرف تلمهم محتاج تبقى دريان باللي بيحصل، مش تخلع منه. طب عشان تبقى انت دريان باللي بيحصل، محتاج ان انت تلمس انت المشاعر اللي حصلت معاك والتفاعل ده بيحصل، تلمس بقى اللي حصل معاك انت، عشان تعرف تلمس مع الطفل ده، عشان تعرف ان انت تلم الطفل ده، عشان تعرف ان انت المشاعر بتاعته دي تاخد مساحتها، فاهم؟ تديله مساحه ان هو يحس المشاعر دي. ما انت اكيد مش هتروح مثلا لعيل عنده 7 8 سنين تقول له اسمح لنفسك تحس المشاعر، هيطلع يجري منك، فاهم؟ كده كويس. متحرش، فاهم؟ بالظبط، فاهم؟ بس ان انت تعلمه اللغه ديت على سنه، فاهم؟ كل واحد بقى وطريقته مع ابنه او مع بنته يعني، فاهم؟ مهم جدا جدا، فاهم؟ تساله بس انت حاسس بايه، بس مجرد انت تساله انت حاسس بايه، ممكن يقول لك مش عارف والله، فاهم؟ ممكن يقول لك متضايق شويه، ممكن يقول لك اي حاجه، فاهم؟ ماشي. انا في تجربتي مثلا مع صبا، لا يعني صبا من كتر كمان ما هي متعايشه معايا وبتسمع وبتعمل الكلام ده كله، وهي عندها استعداد ان هي تقعد تقول لك اللي داير معاها كله، فاهم؟ عشان في امان نفسي، ودي حاجه جميله جدا. بالظبط ودي بالظبط. اكتر حاجه بصراحه يعني. انت كل ما تلاقي ابنك او بنتك هم طواعية، هم اللي بيجي يقعدوا جنبك، هم يحكوا لك، اعرف ان انت كده نجحت. بالظبط انت عامل بريدج، عامل كوبري ما بينك وما بينهم. بالظبط بالظبط. ف حصل كده موقف من فترة، خلى بنتي يعني حست بزعل جامد قوي. لمست معاك يا محمد؟ تمام كمل. تمام. لا هقول لك، لا حاجه على موضوع الطفل وتسميه المشاعر. لا الموضوع مش هقول لك مش من زاويتي، من زاويتها. ماشي. فكرة قاعدة تعيط منكشك وبتاع. بس. يا باشا انكشني تمام. براحتك، انا اصلا ما بحبش غير النكش. فنزلت من الاوضه وراحت الليفينج عندنا. احنا كنا جايبين يا معتز كتيب صغنن كده اللي هو مسميات المشاعر وكل شعور، يعني جنبه زي وش كده بيعبر عنه يعني. تمام. فراحت فاتحه الكتاب الصغنن ده وقعدت تقلب،
وكل لما تيجي عند وش تحس ان بيعبر عن اللي جواها تشاور عليه. تمام. انا انبهرت في اللحظه دي يعني. وده اكد لي ان كل حاجه انت بتعملها مع عيالك بتفرق. طبعا حتى طبعا. لو قعدت معاهم 10 دقايق بس وريتهم، جبت لهم حاجه، قلت لهم طبعا. مشاعر كذا، لان هم اسفنجه. بالظبط. هو أسفنجة. شغلته دلوقتي ان هو يتعلم، ان هو يشفط اللي بيدور حواليه. بالظبط. كويس. ان هو يكتشف. فاهم؟ ده شغلته، ما عندوش شغله تانية. فاهم؟ شغلته ان هو يتبسط، شغلته ان هو يتنطط، ان هو يتشاء، ان هو يرسم، ان هو يكسر، ان هو يلون، ان هو دي شغلته. فاهم؟ انت بقى معترض على الشغله ديت، فانت عندك انت قصه. فاهم؟ كويس. القصه ان انت تم الاعتراض على قصتك انت. دي القصه، ودي القصه اللي انت محتاج ان انت تشوف لها حل. يعني شوف انت هتشوف لها حل ازاي بقى. فاهم؟ يعني ايا كانت الطريقه اللي انت هتشوف لها حل بيها، بس انت فعلا محتاج تشوف لها حل. يعني انت هتفضل طول الوقت معترض على ده، وانت دلوقتي معترض وهو عنده 6-7 سنين او 5 سنين، وبعد كده لما يبقى في المراهقه حجم الاعتراض هيزيد، وبعد كده لما يعدي سن حجم الاعتراض هيزيد اكتر. فاهم؟ لان هو انت بترفلكت حياتك على حياته، فانت محتاج تقف وقفه. وعندك النهارده المساحه ان انت تقف الوقفه ديت. يعني عندك النهارده المساحه والوقت، فاهم، ان انت تقف الوقفه دي عشان اللي جاي من حياتك يبقى ليه شكل مختلف. السؤال الدافع ده، وانا بعمل ده ليه على فكره، فعلا بجد ده من اكتر الاسئله اللي انت لو كنت حقيقي واقول لك حاجه، كلنا عارفين الاجابه حتى لو بنفلفص او مش حابين نعترف بيها. لان دايما ال... الاعتراف بحاجه هيكسر لك الوهم اللي انت ممكن تكون لسه يعني حابب انك تفضل ماسك فيه. أيوة. لكن كلنا الامان بتاعك بالظبط، كلنا كاهالي عارفين احنا بنعمل ده ليه. اعترفت ما اعترفتش دي بتاعتك، لكن ده مش معناه انك مش عارف. بالظبط. فالجدع انا بصراحه بالنسبه لي الجدع اللي يعترف. هقول لك على مثلا على حاجه من الحاجات اللي انا بعملها يعني. كويس. وبقول لك كمان الناس اللي حواليا اللي هم عندهم اطفال او عندهم مراهقين او ايا كان، وانا اتعلمت ده من حد يعني، من دكتور كبير جدا يعني. اللي انت تعمل تجرب لمدة اسبوع. فاهم؟ ان انت الطفل اللي معاك دوت، ان انت ولا توبخه ولا تلومه ولا تنهره ولا تشتمه ولا تنصحه ولا تعمل تقارنه بحد تاني ولا تلومه لمدة اسبوع. فاهم؟ بس وشوف بعد الاسبوع دوت حجم التواصل ما بينك وما بينه هيكون عامل ازاي. عندك اي شكوى مثلا في التواصل من غير بقى ولا ثيرابي ولا دكتور ولا يعني طلع، ولا انت تعالج نفسك ولا تشوف مشاعرك ولا كل الكلام ده. فاهم؟ هو خد بالك، هو ليه حاجه، ليه مردود بعد كده. فاهم؟ يعني ليه مردود لما تلاقي نتيجته. لما تلاقي نتيجه دوت هيجاوب انت عندك على حاجات، فالحاجات دي ممكن تنور عندك ان انت لا، ده انا محتاج بقى ايه، اتعالج. بالظبط. جرب كده ده لمده اسبوع. فاهم؟ لو عرفت تعمله يعني في الاغلب هتعمل منه مثلا ايه 80% 75%. ده كده يبقى حد برنس قوي. ولو انت مركز يعني في الاتفاق دوت والاتفاق دوت انت هتعمله مع طفلك. يعني انت مش هتعمله من نفسك، هتعمله انتوا الاثنين، هتعملوه مع بعض. يعني انتوا الاثنين هتتفقوا مع بعض على ده. فاهم؟ ان انا من النهارده للاسبوع الجاي، فاهم، انا مش هعمل معاك كذا ومش هعمل معاك كذا ومش هعمل معاك كذا ومش هعمل. طب وهو الطفل هيقول لك طب ليه؟ فاهم؟ هيبقى مستني ايه المقابل اللي انت هتاخده. تقول له لا، انا مش مستني مقابل لدوت، انا حابب ان انا يبقى ده شكل التعامل ما يعني بيني انت وما شايف ان بينك. الافضل يعني اقول له ان انا طبعا هعمل كذا؟ ما هو هتقول له. فاهم؟ هتقول له، بس هتقول له بقى على حسب سن الطفل اللي عندك. يعني لو مراهق هتقولهم له كده، لو طفل فاهم صغير، فاهم، هتقولهم له ان انا مثلا مش هقارنك بحد، مش هلومك، مش هزعق لك، يعني هتقول له الالفاظ اللي ايه اللي هو يفهمها يعني. بالظبط كده. وجرب ده لمده اسبوع. فاهم؟ شوف ده شكل التواصل ما بينك وما بينه هيكون عامل ازاي. شكل التواصل ما بينك وما بين نفسك في ان انت بتجاهد نفسك ان انت ما تعملش ده. فاهم؟ هو مش سهل. بالظبط كده. فاهم؟ ماشي. وكل مره هتبقى انت عايز تعمل دوت وما تعملوش. ده بيأثر عليك انت ازاي وبتحس ايه يعني ما ده بيحصل. فاهم؟ لان هو بيحصل بسبب غضب عندك انت. فاهم؟ تجاه ايه؟ تجاه حياتك انت. كويس. او تجاه اللي انت مريت بيه في حياتك او بقصتك انت يعني مع اهلك. فاهم؟ فانت بتحاول ان انت ما تعيش قصتك انت مع اهلك في قصتك انت مع عيالك.
فاهم؟ بتحاول تعيش قصتك انت بقى. بتحاول يعني خلاص بقى عارف الايه الصدمات المتوارثه. بنيجي بقى عند حته ونقول خلاص بقى مش عايزين نفضل نباصي، مش عايزين ده يدي قفا فده يدي قفا للي بعديه فده هو يدي انا قفا. بشوف ان الجيل بتاعنا دوت، فاهم؟ حظه يعني احسن بكتير جدا من الاجيال السابقه. طبعا فاهم طبعا. ان هو في مصادر، في مصادر كتير، وعي في بالظبط. لا لا حتى طبعا. فكره ان النهارده العلاج النفسي ما بقت فكره مختلفه. بقتش الناس كلها شايفاها زي ما كانت شايفاها زمان، ان اروح لدكتور نفساني فانا مش عارفه ايه والتفاصيل دي ده كلها. حقيقي. فكره ده الثيرابي حقيقي. برضو بقت مقبوله جدا. ده حقيقي. ده فكره حقيقي. الكابل ثيرابي بقت مقبوله. يعني النهارده بقى فكره العلاج النفسي او الثيرابي او الدكتور او الاخصائي او ايا كان، بقت واخده حق يعني، وحجم اكبر بكتير جدا من الاول. وده حظ حلو طبعا للجيل اللي طبعا احنا صح فيه. صح فاهم؟ ممكن يكون شويه في يعني لغط في طريقه التربيه وما يسمى بالتربيه الحديثه، يعني اللي هو اللي انا مش عارف بالظبط هي بصراحه بتتكون من ايه التربيه الحديثه ديت. فاهم؟ ومش عايز اعرف. يعني هي الموضوع بمنتهى البساطه ان هو ولا تربيه قديمه ولا تربيه حديثه. هو هي تربيه بتواصل على مستوى المشاعر، وتربيه بتواصل على مستوى الاحتياجات، وبتربيه بس كده بس صح كده صح. بمنتهى It's that البساطه. simple. فاهم؟ ماشي، انت محتاج ايه والطفل اللي قدامك ده محتاج ايه، انت حاسس بايه والطفل اللي قدامك ده حاسس بايه. فاهم؟ يعني انت عشان تعمل مواجده مثلا مع الطفل اللي قدامك دوت، هتعمل المواجده دي ازاي وانت مش حاسس بنفسك؟ فاهم؟ مش انت هتبقى شايف دايما ان هو ايه، ان انت في حته وهو في حته، في فاصله ما بينكم انتوا الاثنين. ايه هي الفاصله دي؟ ان انت مش حاسس بنفسك وهو لسه بيختبر المشاعر دي. فانت ما هو بيختبر المشاعر دي، طريقتك بتكتمه. فاهم؟ بتخليه يبلع المشاعر ديت. فاهم؟ انا بنتي يا محمد جسديا لما بيحصل حاجه وتيجي تبلع المشاعر، بتبلعها كانها بتشرب ميه. فاهم؟ يعني انا بشوف التاثير ده وهو بيحصل. فاهم؟ ايوه بس أيوة. انا عشان اوعي له، فانا فاهم هي بتعمل ايه. يعني هي بتعمل كده لما بيحصل موقف. فاهم؟ والموقف ده تقيل عليها واتقابلت برفض، اتقابلت بزعيق، اتقابلت لا، اتقابلت بدوشه، الكلام ده كله بتبلع المشاعر حرفيا. فاهم؟ كانها بتشرب ميه وبتبلعها. واحنا على فكره فاهم؟ بالظبط. واللي يبتدي واحده واحده يبقى متصل مع جسمه، بياخد باله هو في المواقف المختلفه. ساعات بنبلعها بكتفنا، بالظبط. ساعات تبلعها انت بتبلع، انت بتنشن بتبلع فبتعمل فعلا. بلوك. كويس، ماشي، حلو. انت بلعت المشاعر دي. تمام. انت النهارده كشخص ناضج او ست ناضجه راشده عندها ايا كان حاجه 20 سنه 30 سنه، بلعت كل الكلام ده كله. وانت دي قصص العاطفيه بتاعتك اللي انت النهارده بتتحرك بيها في دنيتك، وبتتعامل فيها مع الناس اللي حواليك، وبتتعامل فيها مع نفسك. فاهم؟ وعندك النهارده مشاكل مع ولادك. فاهم؟ وعايز اجابات لده. فاهم؟ الاجابات عندك انت، الاجابات مش عنده هو. صح. حقيقة الامر الاجابات عندك انت. بص، هو في اهالي كتير جدا طبعا، يعني للاسف. فاهم؟ اللي احنا بنقوله ده بالنسبه لهم مفاجئ وصادم وصعب والديفنسات فيه بتبقى عاليه بشكل يعني فوق الخيال. فاهم؟ لكن هتلف وتدور، تطلع تنزل، تروح تيجي يمين شمال فوق تحت. هو ده الحقيقي. الحقيقي ان الاجابات بتاعت الكلام ده عندك انت، وفي طريقتك انت، وفي معاملتك انت. والطفل اللي معاك دوت او المراهق اللي معاك، ما هو الا رد فعل اللي انت بتعمله. هو طفل مثلا النهارده راح يتعالج من الاو سي دي، راح يتعالج من الاي دي اتش دي، راح يتعالج من الاكتئاب، ايا كان المسميات الليبلز يعني. فاهم؟ هو جاي منين حضرتك؟ هو سفير لعائله فيها مشاكل. فاهم؟ كويس. فاهم؟ سفير النوايا السيئه مش الحسنه. ماشي. بيشرب حاجه، بيخش في علاقات، ايا كان الشكل. يا عم الحاجات المنتشره جدا الجيم ادكشن. فاهم؟ الالعاب. كويس، اللي هو الطفل يقعد بال500 ساعه، فاهم، بيلعب جيمز. فاهم؟ وانت طول الوقت يا حبيبي كفايه، يا حبيبي بس، يا حبيبي عينيك، يا حبيبي تركيزك، يا حبيبي مش عارفه ايه الكلام. هو وصل لده ازاي؟ فاهم؟ هو وصل عن طريق مين؟ وبعدين انا النهارده هبقى انا رافض ادي عيالي وقت واشاركهم انشطه ممكن ويبقى عندي مواجده معاهم وقاعد معاهم في البيت ومديهم من وقتي. هبقى انا رافض اديهم ده وبرضه معترض على البديل. ما هو الطفل طبيعتي انت لو ما بتدلوش المساحه الحقيقيه ان هو ينطلق، هيقعد قدام شاشه. على فكره كده يعني، حتى انا ومراتي الايام اللي مثلا بتبقى في الاجازات او كده وانا مشغول وبتاع، انا ما بحجرش على بنتي في الاستخدام التابلت
والتلفزيون بنحط له ليميت بس انا عارف ان هو شيء اناني جدا، ان انا عشان احس بس ان بنتي مش قاعده قدام تابلت، ان انا ما عشان انت يا محمد لو انت قعدتها قدام التابلت والكلام ده فانت يعني انت كده مش تمام اب. بالظبط يعني انا فاهم؟ فانا عشان ايوه عشان الواحد لاقط ايوه، لما مشاعره. تقعد كمان مع الناس وتتكلموا في الموضوع دوت. أنا لا فاهم. ده انا ده بنتي بتقعد ساعة بس على هي مش النقطة في كده، النقطة ان انا طالما هي يعني هو على فكرة هو البني ادم اصلا يعني فكرة ان انا اقعد قدام شاشة ده مش احتياج طبيعي، ده فكرة ان انا بنقل طاقتي وبوجهها لشاشة عشان هي ملهاش مساحات تانية تطلع فيها. بالظبط. لكن مين انا قدام بحر مين اتسلق جبل هنسى ان انا هنسى ان في موبايل اصلا. الطفل يعني انا برضو هقول لك ده على بنتي كويس ماشي. طول ما احنا بنعمل اكتيفيتي هي مش هتيجي جنب الحاجات دي يا باشا طبيعي خالص. فاهم؟ لدرجة ان هي جت في مرة قالت لي على فكرة انا ما بحبش الموبايل. فاهم؟ احنا يعني هي اللغة عندنا كده. فاهم؟ ودي لغة ماشي؟ جميلة بصراحة. انا ما بحبش الموبايل، عاجبني انا قوي. بحب ان انا اقعد معاك، وانا بحب العب معاك، وبحب ان احنا نعمل حاجات مع بعض. تعالى نعمل موفي نايت مع بعض، تعالى مش حاجات كده كويس. فهي وصلت مع نفسها من غير اي ضغط خالص عليها ان هي الحاجة دي يعني ايه، هي دي الحاجة اللي هتعملها في الوقت اللي ما فيش اي حاجة فيه بقى خلاص ينفع تتعمل غير كده دلوقتي. فاهم؟ فهي يعني اللي انا حاسه ان هي خلاص بقت واعيه ان هي ده الوقت اللي هي بتهرب بيه. فاهم؟ يعني هي بتهرب بالموبايل او خلاص مفيش اكتيفيتي تتعمل، مفيش حاجه تتعمل، مش هينفع اقعد مع بابا عنده شغل، ماما مش عارفه بتعمل ايه، هنا بتعمل ايه، كل الكلام ده كله. فانا ما عنديش غير الموبايل او التلفزيون ان انا اقعد اتفرج عليهم، فهو ده الوقت اللي انا هعمل فيه الكلام دوت. لكن هي فعلا لو انت اعطيها وقت ومساحه ان هي تعمل حاجات تانية وعلى فكره ما اعتقدش هي بس، اعتقد الاطفال كلهم كده. اديهم وقت ومساحه ومجهود منك والكلام ده، هتلاقي القصه اللي انت مسببه لك مخاوف ماشي، اللي هي بتاعت التليفونات والتيك توك ايا كان الابلكيشنز اللي انت النهارده خايف ان طفلك ان هو يتعرض لها. وده خوف على فكره، خوف محتاج ان انا ابقى واخد بالي منه، يعني خوف حقيقي فعلا. وجزء منه مشروع، لان فعلا البلاتفورمز دي طبعًا. بتوديهم بيشوفوا حاجات ممكن تاذيهم. ما في عندك مثلا على الناحيه التانية في اهالي كويس للاسف الشديد بيدوا المساحه دي بشكل يعني مفزع، اللي هو لا قشطه انا عايز ابقى كول بقى مش قافل على عيالي، فبيبي بليز اعمل اللي انت عايزه. فهو بيضره. لانه ايه الضرر ببساطه؟ الضرر ان الطفل ده بيتعرض لحاجات هو مش وقت ان هو يتعرض لها. فاهم؟ يعني هو مش جاهز ان هو يشوف ده، مش جاهز يشوف مثلا شكل معين او تفاعل معين او حاجه، مش جاهز. فاهم؟ انت ما شاء الله انت ما بتعملوش صدمات بنفسك، انت هتعملها له عن طريق حاجه تانية. فاهم؟ ما هي دي كلها صدمات. فاهم؟ فهو يعني هو حد النهارده مش جاهز ان هو يشوف مشهد معين او طريقه تفاعل معينه او الكلام ده، سن ولا هويته النفسيه ولا اي حاجه جاهزه ان هو يتعرض لده. لما يتعرض لده هيحصل ايه؟ هيبلعه جواه كويس ماشي، وبعد ما يبلعه جواه هيطلع عليه في حاجه تانية كويس، هيطلع عليه في قصه تانية. يعني مثلا كمثال الحاجات اللي ليها علاقه على الابلكيشنز دي اللي ليها علاقه بالايه يعني بالعري مثلا والحاجات فاهم، والاغاني والهجس اللي بيحصل دوت، سواء مثلا في عندنا او في بره. يعني فاهم؟ طفل عنده 7-8 سنين شاف المشاهد ديت هيعمل ايه؟ فاهم؟ هيحس بايه؟ وبعد ما يحس بالكلام دوت وبعد ما يبلع الكلام دوت رد فعله هيكون عامل ازاي؟ هو بالنسبه له حاجه نورت معاه، حلو، حاجه بالنسبه اكتشاف اول مره يكتشفه، فهيبقى عايز دايما يرضي الاكتشاف دوت. وهو بيرضيه هيفضل يرضيه مثلا ان هو عايز يتفرج على الحاجات دي. بعد ما يرضيه بالطريقه ديت في سن معين هيبقى ممكن يكون محتاج يرضيه بطريقه تانية، وانت كل ده مش معاه. فاهم؟ بس فلا هو طبعا حاجه مشروعه جدا ان انا اكون واخد بالي هو بيتفرج على ايه وبيعمل ايه والمساحه الوقت دوت، وابقى انا متابعه في ده، وعلى قد ما اقدر ان انا ما تبقاش مساحه دوت مساحه كبيره يعني. فاهم؟ لان هي مساحته كبيره بتضر اكتر ما بتفيد.
وفي نفس الوقت ابقى واخد بالي زي ما انت قلت ان انا ما اكونش اناني واحجر عليها، ان انا او احجر على الطفل يعني ان هو ما يمارسش النشاط دوت، فاهم؟ عشان انا احس ان انا اب مثالي، فاهم؟ بالظبط، فاهم؟ وبرضه في الاخر اكتشف ان انا بعمل ده علشاني مش علشان. بالظبط، ما هو انت فعلا بتعمله علشانك. بالظبط فاهم؟ بالظبط. ماشي. انت لو انت النهارده مثلا بتتفرج هي على يوتيوب او تيك توك او ايا كان من حاجه من الحاجات ديت، وانت خايف عليها، فاهم؟ فانت بتبتدي مثلا بتامن الابلكيشن دوت اللي هو البيرنتس مش عارفه ايه، والحاجات اللي هي بتخلي المحتوى ايه مناسب بتفلتر شويه. بالظبط، او يوتيوب كيدز او الكلام ده كله، فاهم؟ وبتديها مساحه ان هي تعمل الكلام دوت، وفي نفس الوقت انت في مساحات تانية انت بتديها نشاطات واكتيفيتيز تانية مليانه احتياجات نفسيه ومليانه عاطفه، فاهم؟ انت بتعمل الكلام ده عشان مين لو احنا بنعمله بالترتيبه ديت؟ عشانها كده. الله ينور عليك كده علشانها. الله ينور عليك، فاهم؟ كويس. لكن انا مثلا بحجم الاستخدام وما ينفعش تقعد اكتر من كده، ودراستها وعينيها ورياضتها والكلام ده كله، وانا اصلا مش ولا انا بدي دقيقه من وقتي، فاهم؟ فانا بعمل الكلام ده عشان مين؟ علشاني. الله ينور عليك، علشان. فاهم؟ بس علشان. فدي برضو حاجة من الحاجات برضو من الشكاوي اللي موجودة دايما يعني عند الأهالي، قصة الميديا والابليكيشنز والجيم ادكشن وان يقعدوا يلعبوا ألعاب، الألعاب كمان اللي هي بتاعت الحاجات اللي منتشرة دلوقتي، اللي هي مش عارفة جراني، وفي ألعاب كده معينة بتشد الأطفال. اولاد اللعيبه برضه الجيم ديزاينرز اللي بيعملوا الجيمز بيعرفوا يلعبوها، بيعرفوا يعملوها بشكل ادكتيف او بالظبط بيسحبك سحبه بنت انت لذيذه. عايز تكمل الجيم وعايز وبعدين هو ايه يعني الجيمز دي انا لاحظت ان هي طفل ممكن عنده 6-7 سنين يعرف يلعبها. لان هي اللوجيك بتاعها بيكون مش معقد. بالظبط هم اذكياء. بالظبط. انت عارف يعني كل الكلام اللي بنقوله ده يعني فعلا يفيد ويوجه لو حد لسه في الاول. اعتقد اللعبه محتاجه تتلعب بشكل مختلف. لو انا ابني مثلا خلاص هو عنده جيم ادكشن، هو امر واقع، الواد راح تمام، فان انا ارجع بقى دي محتاجه حكمه ومحتاجه طبعا. خلاص يعني انت الواد بتسحب منه الجهاز ممكن يبقى عايز هو اصلا اكتر حاجه غلط اتعملت تسحب منه الجهاز، فاهم؟ انت محتاج تعمل على حته تانية بشكل غير مباشر، ومحتاج انت الاول تشوف انت قصتك انت ايه، فاهم؟ عشان ما تفضلش تحل من على الوش، لان انت كل ما انت هتحل من على الوش هو هيفضل بيعاند، وطول ما هو بيفضل بيعاند فده بيدوس لك انت على زراير، ومن بيدوس لك انت على زراير فانت بتغضب، فرد فعلك عليه بيبقى عنيف، فما رد فعل عليه بيبقى عنيف، هو بيفضل مكمل في السلوك اللي هو مكمل فيه، بل ممكن كمان السلوك ده ايه يبقى اسوأ من السلوك اللي موجود، فانت تفضل ايه في نفس الدايره دي وانت شايف ان انت بتبذل مجهود. هو مجهود بس قال حاجه، بس هو مجهود في الهواء. الله ينور عليك، فاهم؟ مجهود غير موجه. واللي يضحكك ان اللي ممكن يكون اللي يفهم مع ابنك ويديله الشوفان زي ما انت بتعمل هو مجهود اقل من كده بكتير خالص. بس مجهود رايح في الحته اللي هو بجد محتاجها في العالم بتاعه. بالظبط هو الطفل، فاهم؟ في السن الصغير دوت محتاج ايه، فاهم؟ ايه احتياجاته؟ متشايف حاسس ان هو انا حاسس اهم حاجه لو انا بس زي ما انت كنت بتقول هي الكلمه الجوهريه كده، الشوفان. هو محتاج امان، مش شوفان يعني في امان، في محتاج شوفان، محتاج تشجيع، محتاج حب، محتاج اهتمام كويس، محتاج ثقه كويس، محتاج تسمح له ان هو يغلط، فاهم؟ محتاج تسمح له ان هو يكتشف، محتاج قرب، محتاج ونس، محتاج سند. هو مش هو دي الحاجات اللي هو محتاجها. انت عارف هقول لك حاجه من الحاجات الجميله بصراحه، يعني انا دايما لما نادين تعمل حاجه مثلا وليكن ساعات هي بتحب ايه، عايزه ما تقولي سيبني اصب لنفسي، او مثلا عايزاني اعمل لها بيضه بس هي تحب اللي تكسر البيضه الاول. فانا معوده دايما كنت كل لما بتعمل حاجه مثلا غلط البيضه وقت طالعه على الارض او كده بقول لها الجمله اتس اوكي يعني مفيش مشكله خالص. فهي سبحان الله هي بتعكسها معايا، مثلا مسك حاجه وقعت مني بابي اتس اوكي مفيش مشكله، لان انا بدي طاقه قبول، فهي بتعكسها معايا لما انا اعمل حاجه غلط اوقع اكسر بتاع. فانا اكتر حاجه براعيها معاها ان انا اديها هدوء ما يهيكش جهازها العصبي لما تغلط، فتربط الامان بالغلط، تربط ان الغلط اوكي انا غلطت محتاج اكون كده اركز واصلح غلطي، حاجه وقعت المها،
بالظبط. وعادي مش مشكله بالهدوء. طب لا يبقى خلاص يا حبيبتي ما كانش ينفع نشيلها من هنا لهنا. تمام. فانا بحس ان دايما فبتديله مسؤوليه كمان. فاهم؟ واي درس انت عايز توصله لعيالك والامان شغال هيستقبل. بالظبط. وهيستقبل الدرس، هيتخزن، هينفذ. حاول توصل اي درس وانت فشخ الامان، فالعيل قاعد اللي هو على فكره هيكرره بدل المره 100 هو مش قاصد، لان هو في حاله حاسس هو في بانيك. بالظبط. فيمسك الحاجه يتوتر يوقعها. بالظبط. ودي الحاجات اللي شايف التفاصيل الصغيره انت بتتكلم فيها دي بتبقى بدايه الاضطرابات. بالظبط يا باشا. واحنا يعني مش واخدين بالنا، مش دريانين بده خالص. انت شوف انت وانت كبير كده، شوف في الشغل مثلا عملت حاجه غلط، تخيل مديرك جه من وراك ولا كده ده انت هتمسك فيه. طب انت اشمعنى انت بتقول انا قلقت وتعبت وتوترت، بس متوقع العيل الصغير ما تعبش من ده؟ ازاي يعني؟ بالعكس فاهم. انت عندك النهارده العيل عنده هشاشه اكتر منك، عندك النضج النهارده، عندك الديفنسات النهارده، عندك اي حاجه فاهم. انت ممكن تستخدمها في ان يكون في استقبال لده حتى لو بمرض فاهم. هو لا عنده ولا مرض ولا تعافي فاهم. هو لسه بيتعلم فاهم، وبيتعلم من خلالك انت فاهم. لان انت الشخص الجوهري اللي موجود في حياته. الاب والام هم الاشخاص الجوهريه اللي موجودين في حياه الطفل. فالاب والام دول محتاجين يكونوا فاهمين ان هم الاشخاص الجوهريه اللي في حياه الطفل ده. هو حابب لابنه ان هو يكون كويس، حابب لابنه ان هو يكون مرتاح، حابب لابنه ان هو يكون مستقر نفسيا، حابب لابنه ان هو يكون ايا كان اللي هو حبه. عشان تقدر تعمل ده محتاج ان انت تحبه لنفسك الاول قبل ما تحبه لابنك. عشان انت تعلم ابنك مثلا ان هو ما يجيش على نفسه، محتاج انت ما تجيش على نفسك. عشان تعلم ابنك ان هو يعبر عن مشاعره، محتاج ان انت تعبر عن مشاعرك. عشان تعلم ابنك ان هو يبقى واثق في نفسه، محتاج انت تكون واثق في نفسك. في الحاجات دي محتاج انت تعملها انت الاول، او محتاج ان انت توصل فيها الحاجه انت مع نفسك الاول وتسلك مع نفسك فاهم. او تسلك فعلا. ما هو انت بيبقى ايه، زي ما احنا اتعلمنا كده انا وانت ماسوره فاهم. الماسوره دي مليانه حاجات فاهم، فالماسوره دي محتاجه تتسلك. والله العظيم. ماشي. تشوف الطريقه المناسبه بالنسبه لك ان انت تسلك بيها الماسوره ديت عشان تعرف تسلك في مع عيالك فاهم. وما تعمل لهمش مواسير هم كمان ايه مليانه حاجات يعني مش احسن حاجه يعني. بالظبط. هو طبعا الموضوع، موضوع التربيه ده موضوع يعني كبير جدا وتفاصيله كتير جدا. ويعني قعدنا نتكلم انا وانت من هنا الاسبوع الجاي هنفضل نتكلم يعني فاهم. لان هو كمان جزء من حياتنا فاهم، جزء من حياتنا كبير جدا. لان احنا اتربينا وبنربي فاهم. احنا اتربينا مش احسن حاجه، بس عشان يعني اكون يعني امين فاهم. ممكن يكون انا عاذر اهلي، ممكن يكون هم ما كانش عندهم الوعي او المعلومات او حتى فكره العلاج النفسي دي كانت بعيده خالص يعني في الوقت اللي انا كنت بتربى فيه فاهم. انا معاك جدا على فكره ان زي حتى يعني ان مفيش منفعه من ان احنا نمسك لهم نعلق لهم المشنقه. مش ده الهدف خالص فاهم. مش ده انت انا يعني وحتى انت بتداوي اللي حصل وبتتعلم ان حقك تحط حدود. بالزبط. لانه وارد يكون في اذى كان حاصل، بس في استمراريه في الاذى بشكل او باخر حتى وانت كبير، لان انت فعلا داوي فهتعرف تطلع بقى ورود بقى بالظبط. لان هل انت مثلا هل انت هتفضل انت عامل اسقاط عليه هم السبب يا سيدي؟ هتفضل عايش حياتك انه تعمل اسقاط عليهم ان هم السبب؟ بعدين انت ان انت تبقى دريان باللي حصل لك في حياتك النهارده، ان هو مسبب صدمات ليك، مسبب طريقه تفكير، مسبب طريقه سلوك، مسبب رؤية لنفسك، ايا كان ان انت تدرى بس بالموضوع دوت فاهم. انت بتاخد مسؤولية تجاهه صح كويس. لكن حقيقة الامر ان احنا النهاردة تعرضنا لحاجات في حياتنا واحنا صغيرين ادت ان هي تكون ليها نتائج علينا النهاردة وبترفلكت حياتنا النهاردة. ده حقيقي موجود فاهم. بس في نفس الوقت انا مش هفضل النهاردة رامي عليه كل الشماعات ان هو ده السبب وهتفضل حياتي واخده الشكل دوت. لا فاهم. طالما انا بقيت دريان وواعي بده فانا محتاج اعمل في ده حاجه فاهم. خلاص مسؤوليتك بقى. عارف كنت الحلقه اللي هي نزلت الاسبوع اللي فات كان عنوانها مش ذنبي بس مسؤوليتي. تمام.
انت خلاص، انت ربنا قدر انت تعرضت لاي كان شكل ابيوز، بس خلاص it is what it is. مسؤوليتك مش عشان حاجه، مش عشان مضطر، عشان هو ده اللي فيه خير ليك. أيوة. هو ده اللي فيه خير ليك كويس. اصلا، انك خلاص claim responsibility. انت بتتعالج ليه؟ فاهم؟ بتتعافى ليه؟ كويس. لحسابي ليه؟ يعني انت النهارده هدفك ايه من العلاج ده؟ انا عشان نفسي اعيش حياه فيها طعم. حلو. فيها ماشي. طعم، حلو. والطعم بيجي لما اكون حاسس حلو. متصل. تمام. بالظبط. ماشي. متصل وحاسس ان انت بترجع للفطره بتاعتك. الله ينور مظبوط؟ عليك. حلو جميل. فانت ده هدفك من العلاج. ماشي. بالظبط. والفتره دي بقى انت ايه بتاخدها في الحته اللي هي ليها ظروف حياتك النهارده. مش عايز اكون الراجل اللي عارف في المثال بتاع اللي تلاقي حد فاهم معاه فلوس كتير فشخ ودنيته حلوه، فجاه كلنا نتصدم ان هو انتحر مثلا. تمام. لان هو من بره دنيته ظريفه بالزبط. بس من جوه في كعبله. بالظبط فاهم. انا عايز فلوس انا عايز فلوس يا باشا. تمام. بس عايزه وانا سالك من جوه. بالظبط. فانبسط. الله ينور عليك. الله ينور عليك. فاهم. فانت هدفك من العلاج ان انت ترجع لفطرتك، تفهم مشاعرك، تطلع احسن نسخه موجوده فيك. فاهم. تعيش في سلام، تقدر تتعامل. والسلام هنا مش معناه ان انت تبقى يعني فاهم كيوت طول الوقت. مش مطرلها يعني. فاهم. السلام هنا معناه ان انت اللي بيحصل معاك تقدر تعرف تتعامل معاه. بالظبط. كويس. ماشي. ما تكونش رد فعل ليه يعني. فاهم. يعني تقدر ان انت من خلال برضو فهمك لما هي القصه كلها في المشاعر يعني. هي القصه كلها. ما انا خلي بالك عايز اقول لك حاجه يا معتز، ان انا حتى لو احنا مش عايزين نروح للحته دي، انت اصل هي الاساس يا باشا. أيوة. هي الاساس. ما هو لو هنرجع للحته اللي احنا بنتكلم فيها، هو الطفل دوت لما بيتعرض للكلام ده بيحصل ايه؟ بيحس مشاعر معينه. فاهم. ماشي. بيحس خوف، بيحس عجز، بيحس خزي، بيحس عار، بيحس خذلان، بيتألم. فاهم. بالرفض. فاهم. بيحس مشاعر مؤلمه جدا، وهو مش فاهم ايه المشاعر المؤلمه ديت. فاهم. ومفيش حد النهارده بيحتويه في المشاعر ديت. فاهم. او بيسمع منه، او بيطبطب عليه، او بيحضنه، او بياخد باله حتى من ان هو بيعدي بالازمه ديت. فهو بيعمل ايه في المشاعر دي؟ بيكتمها. هيكتمها فين؟ هيكتمها في جسمه. كويس. بعد ما يكتمها في جسمه ايه اللي هيحصل؟ هيكمل. فاهم. راح لموقف تاني، راح يحصل نفس القصه، راح كاتمها. فاهم. فبتبقى عباره عن طاقه من المشاعر المؤلمه دي. فاهم. متحركه، قنبله متحركه في الحياه. فاهم. قنبله مشاعر. اقول لك حاجه بصراحه هعترف لك اعتراف كده يعني. اتفضل. تعرف ايه اكتر حاجه لمساني واحنا بنتكلم مع بعض كده؟ لان انا برضه راجل مريض يعني، فاهم، بتعالج وعادي يعني، فاهم، راجل صدماتي ساعات بتنقح عليا بحكم الحياه يعني. كلنا مرضى. يا باشا والله العظيم اقسم بالله دايما بضحك كده بهزر مع ان صحابي يعني لو بساعد حد هتقول له باشا خلي بالك انا متعالج 70% بس. اقول لك على حاجه قبل ما تكمل. انا مبسوط ان انا كنت يعني، او ان انا مريض. فاهم. ومبسوط ان انا كنت بعاني، ومبسوط ان انا مريت بمشاكل كتير، ومبسوط ان انا اتعرفت بكل الحاجات ديت. وفعلا انا ممتن جدا لده، لان ده فهمني حاجات وعرفني حاجات وطور مني في حاجات. يعني لما بقعد كده اميديتيت الموضوع، وانا ما كنتش عرفت الحاجات دي انا كنت هبقى في المكان ده. بالظبط. وانا لو ما كنتش مريت باللي مريت بيه البودكاست ده ما كانش اصلا جه على بالي، ولا حسيت ان انا عندي حاجه عايز اديها لحد. بالظبط. قول بقى اللي انت كنت هتقوله. لمست معاك حاجه؟ لمست معايا معتز بصراحه يعني، ان انا محتاج اهدي الجري اللي انا بجريه في الحياه، عشان انا جزء من جري مش كله، لان في حاجات عادي مسؤوليات وحياه ودنيا ومصاريف، بس في جزء من جري بجري من خوف. فاهم قصدي؟ ولمسه قوي الفتره دي، ومعترف بيه على فكره، انا مش بتخانق معاه، بس لما الحياه بتبقى زحمه بفقد القدره ان انا ارجع اشوف واحده كده. هعمل حاجه رغم ان انا يعني عليا مسؤوليه كتير في الشغل، بس في الاغلب هاخد بكره اجازه. مش اجازه عشان حاجه، عايز كده، عايز اروح كده فين اللي كنت بقولك على حته النادي والبسين، عايز اعمل حاجه لنفسي. لا مش عايز، انا عايز افصل، عايز اواجه حقيقه ايه اللي انا محتاج اتخلى عنه. تمام. ما هو ده على فكره، بس الناس فاهمه افصل دي ان هو رايح يفس دماغه. لا افصل دي يعني انا الحاجات اللي هي شغلاني ولهياني، فاهم، عن نفسي انا
ببعدها بس شويه كده، انا كده كده راجع لها تاني يعني، بالظبط، فاهم؟ بالظبط، ماشي. بالظبط. وباخد وقت وانا فاهم. ده مهم جدا جدا, جدا وقتي جدا. لنفسي ده، ان انا اقعد مع نفسي. مهم قوي ان انا انا اقعد مع نفسي شويه في اليوم، شويه كل اسبوع، دايما محتاج ادي وقت دايما لنفسي، بقول لمراتي، فاهم؟ وبفكر يعني بفكر نفسي وبفكر مراتي، بقول لها احنا عشان نفضل اهل كويسين محتاجين ما ننساش نفسنا. او ما تنسي نفسك هتتعبي، وهيجي لقطة غصب عننا هنطلع، هنتعامل مكن، فاهم؟ وهنطلعه على كويس. عيالنا. فعمرو كان قال جملة كده، هي خبطتني جامد بصراحة. عارف زي ما انت كنت بتقولي ساعات في جمل كده بترن بالنا بتفضل معاك فترة يعني. فكان الجملة دي كان آخر مكالمة تليفون ما بيننا، كان بيقول لي احنا بنشتري الأمان بالفلوس. طبعا. فانت لما تبقى مجنون فلوس، مجنون إنجاز، معناها ان انت بتحاول تشتري الأمان من بره. تمام. فانت ده معناه ان هو مش موجود جواك. تمام. لأنه لما بينزل وبيهدى وبيعرف بيتوجد، هتفضل عادي بتعمل فلوس، بس هتبقى رايق أكتر. تمام. فأنا الفترة دي بأمانة روقان مرمي من الشباك. فيمكن كلامنا بس عن اللي تحت فتح الدنيا شويه. فتح، فاهم قصدي؟ وبعدين يا باشا يعني، ما انا بعمل مصلحه بقلبها ثيرابي سيشن لحسابي، فاهم قصدي؟ تمام. لو ده تمام يعني. والله على يعني ان انت وصلت لحاجه، ده حاجه، لا بجد حاجه فعلا تسعدني جدا يعني. وعايز اقول لك على حاجه في موضوع الامان ده برضو. وانا برضو الوقت اللي انا كنت بقى فاصل فيه مع نفسي، اللي انت عايز تعمله بكره دوت، وصلت بقى لحاجه في القصه بتاعت الامان دي، ان انا ماشي في الدنيا بفتش عن الامان، فاهم؟ في كل حاجه، مش في الفلوس بس. كويس. انا شغلتي في الدنيا ان انا اطمن على اي مستوى، فاهم؟ دي شغلتي، فاهم؟ كبني ادم، هو البني ادم ايه اكتر احتياج بالنسبه له مهم؟ هو الامان، فاهم؟ ماشي. فهو ماشي في الدنيا بيدور على الامان دوت، فهو كده كده هيلبي الامان ده، فاهم؟ كده كده هو هيلبيه، فاهم؟ في طريقتين لتلبيه الامان، طريقه صحيه وطريقه مرضيه، فاهم؟ بس انت كده كده بتدور على الامان. احنا النهارده مثلا واحنا بنعمل البودكاست دوت، فاهم؟ بندور على ايه؟ ايه الهدف بتاعنا؟ عايز احس حاجه معينه، انا بساعد ان انا بعمل حلو، مسج، جميل، وده جميل. امان. الله ينور عليك. وده امان، وده مش عيب. لا مش عيب، ما هو انت ما انت بتعمله بشكل صحي، بتعمله، بتدي رساله، عندك رساله، عندك انت بتقدمها. ده مشبع جدا نفسيا. الله ينور. بس انت بتطمن بده، فاهم؟ بيسعدك، طبعا طبعا بيطمن قلبك، فاهم؟ بيحسسك بوجودك، بحضورك، فاهم؟ طبعا ماشي. طبعا. فهو ده امان. فانت ماشي في الدنيا بتفتش على الامان، فاهم؟ على كل المستويات: اكل، شرب، لبس، فلوس، هدوم، علاقات، جواز، خطوبه، حب، عيال، تربيه، بودكاست، شغل، علاج، كل حاجه. انت بتتعالج النهارده مثلا، عندك ايا كان الحاجه اللي انت بتتعالج منها، فاهم؟ بتعالج ليه؟ عشان ايه؟ عشان تطمن. كويس، فاهم؟ بس حتى وانت بتربي ولادك، فاهم؟ انت وده ما يعيبكش في حاجه ان انت تكون مطمن وتطمنهم. لا هو فاهم؟ بالعكس. بس هتعمل ده ازاي؟ فاهم؟ هو ده المهم. بالظبط بالظبط يا معتز. بص مبسوط والله انا اسعد بجد. انا كمان والله مبسوط جدا والله، فعلا يعني مبسوط جدا. وانا مش فاكر اللي احنا قلناه اصلا يا باشا، مش مهم يا باشا. امتى ده كان مهم يعني؟ كويس. احنا كائنات عبثيه للغايه. تمام. بس انا فعلا بجد مبسوط جدا والله، وانا فعلا كمان يعني. يا معتز، وان شاء الله يعني ولا ان شاء الله على كل حاجه. بس قشطه يعني، حسيت ان انا عارف في لقطه كلام كده دباجه. قول يا محمد، ما تحرمش نفسك من حاجه. لا هحرم نفسي لما يكون مش بيعبر عن اللي جوايا. انا مش عايز اقول حاجه تانية. فخلاص يعني، خلينا نقفل الحلقه على كده. ماشي، اوكي، ماشي نقفل يا الحلقه باشا. على كده. شكرا يلا، حبيبي، العفو شكرا. يا حبي. باي باي.